سادتي سيداتي، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. عمليات جراحية ناجحة للعيون في الإقليم الجنوبي. دعوة لتعزيز دور إدارة الضواحي لجمع المعلومات الإحصائية. تجهيزات مشاتل القشبركة لموسم الأمطار. شولتز يرحب بمقترح ماكرون إنشاء منظمة سياسية أوروبية. رئيس كوريا الجنوبية يؤدي اليمين الدستورية ويدعو الشمال لنزع سلاحه النووي. واستقالة رئيس وزراء سريلانكا بعد صدامات عنيفة في كولومبو. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شهد 6 مديريات بالإقليم الجنوبي إجراء عمليات جراحية لزرقة العين ل 246 مواطن. وأوضح مسؤول السيطرة على الأمراض غير المعدية السيد يماني صقاي أن العمليات الجراحية أجرت في مديريات الدباروا ومندفرة وعرزة ومنحلي وعدخالة وميمنة بتغطية الحكومة كامل المنصرفات. وذكر تنفيذ أعمال ناجحة لمكافحة العمى بالنفرة التي قام بها وكلاء الصحة الريفية والكادر الصحي المهني في جميع المديريات. وقال طبيب جراحة العيون في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي السيد بسرات ولد قرقيس إن أمراض العيون المنتشرة في الإقليم نتاج تقدم العمر ونقص النظافة، ويمكن علاجها بسهولة إذا وجدت العلاج السريع. وأوضح المواطنون الذين أجريت لهم العمليات الجراحية عودة النظر إليهم بخدمات صحية مجانية عن قرب. وأفاد مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي إجراء عمليات جراحية لزرقة العين عام 2019 في مستشفى الدغيح ل 2738 مواطن قادمين من مديريات سجنيتي وصرونا وصنعفة ومعيني. دعا قسم الإحصاء ونظام المعلومات لتعزيز دور إدارات الضواحي لجمع المعلومات الصحيحة والآنية باعتبارها أساس القرارات المتخذة والبرامج التنموية المنفذة. وأوضح مسؤول القسم السيد فصم قرزقهر في السمينار الذي عقده في 5 مايو لإدارات ضواحي مديرية صرونة أن القسم يعمل لتنفيذ أنشطته بفعالية، غير أن صحة المعلومات المسجلة ترتكز على الإدارات التي تعمل مع الشعب عن قرب. وقال بشأن تسجيل المواشي بأن أصحابها لا يقومون بتقديم العدد الصحيح، مما يخلق إشكالية في العمل، وأن تقديم المعلومة الصحيحة هي لمصلحتهم ومصلحة مواشيهم. وأشاد المشاركون في السمينار بالمعلومات التنويرية المقدمة. وكان السمينار مماثل قد عقد لأعضاء إدارة مديرية صرونة. أعلن ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم القشبركة سيد تخصي كفل مريم استعداد مشاتل الإقليم للتشجير الذي سيجري في موسم الأمطار. وأشار إلى تجهيز حوالي 1,000,000 شاتلة من مشاتل بارنتو وغردات ولوغو عنسبة، موضحا الاهتمام بإدخال الأشجار المناسبة لمناخ الإقليم وتنمية الأشجار المواجهة للانقراض. ودعا الإدارات والمواطنين لتقوية التنظيم من أجل غرس الشتول الأشجار المجهزة ومواصلة رعايتها لضمان نموها. وقال إن مشات الإقليم القشبركة تسهم في الدفع بالتنمية الخضراء التي تنتظم البلاد. أعلن مكتب التعليم في مديرية صنعاء تحقيق نتائج مرضية من جهود تطوير العملية التعليمية. وأوضح الأستاذ عمر الدين محمد ارتفاع المشاركة في التعليم مقارنة مع العام السابق في المراحل التعليمية الثلاث، وكذلك ارتفاع نتائج الطلاب. ودعا المجتمع عامة للمساهمة في الارتقاء بالعملية التعليمية وإيجاد الحلول السريعة لمقاطعة التعليم خاصة الطالبات. وأشاد بمساهمة المواطنين لسد نواقص المدارس وتحسين معيشة المعلمين.
عقد قنصل إريتريا في أستراليا السيد محري تخصص سيمينار للإريتريين المنضوين في مجموعات الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة في مدن أستراليا ونيوزيلندا. وقدم السيد محري توضيحا بشأن الأوضاع في البلاد والتطورات العالمية وتأثيرها على البلاد، وشرح الأعمال المنفذة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. وقال إن إريتريا ظلت تتصدى المؤامرات والعدائيات وأن التصدي مستمر، مشيدا بمساهمة المواطنين في المهجر في هذا المجال بتقوية وحدتهم وتمتين صفوفهم، موضحا بأن نقل الوحدة والتماسك الذي هو مميز هويتنا إلى الأجيال من مسؤولية جميع المواطنين. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون الشعبية والجماهيرية السيد ياسين عمر أن مساهمة تنظيمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في أستراليا ونيوزيلندا يحتاج لمزيد من العمل المتواصل. عقد تنظيم الشباب العمال في مديرية فورتساوا مؤتمره في 4 مايو. وأوضح مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم الكاشبركة السيد ماريقوس كرماسيان في المؤتمر وجوب تعزيز تأطير وتنظيم الشباب لمستوى الضواحي لضمان مساهمتهم القوية في التنمية والإعمار، وأشاد إلى اتخاذ الخطوات الجادة لتأهيل وتدريب الشباب. من جانبه أوضح مسؤول الاتحاد في مديرية فورتساوا السيد عمر محمد إبراهيم تنفيذ أنشطة فاعلة بتعاون الإدارة والجهات الأخرى والشعب، مؤكدا على استعداد شباب فورتساوا للمشاركة والمساهمة في جميع النشاطات. وقال مدير مديرية فورتساوا السيد أبو بكر محمد والسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد عمر السوبا إن تنظيم الشباب العمال في المديرية سيساهم للدفع في مشاركة الشباب في القضايا الوطنية. تم في المناسبة تخريج 52 شابا من دورة تدريبية مهنية ل3 أشهر. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي رحب المستشار الألماني أولاف شولتز باقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنشاء منظمة أوروبية أوسع تضم دولا من خارج الاتحاد الأوروبي يمكن أن تشمل أوكرانيا وبريطانيا. وقال شولتز للصحفيين: أريد أن أقول صراحة إن هذا اقتراح مثير للاهتمام بشدة، مضيفا أنه سعيد للغاية بالاقتراح الذي نناقشه معا. وفي وقت سابق الاثنين دعا ماكرون إلى إنشاء منظمة سياسية أوروبية لضم أوكرانيا خصوصا بالتوازي مع آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق عقودا. وأوضح ماكرون أمام البرلمان الأوروبي في أول خطاب له حول أوروبا منذ إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا إنه مؤيد أيضا لمراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهو اقتراح قدمه البرلمان الأوروبي من أجل اكتساب فعالية مؤسساتية في أوقات السلم كما في أوقات الأزمات. أدى المحافظ يون سوليول اليمين الدستورية رئيسا لكوريا الجنوبية لولاية مدتها 5 سنوات، وذلك في حفل ضخم أقيم في ساحة الجمعية الوطنية في العاصمة سول، ودعا خلال هجرته الشمالية إلى نزع سلاحها النووي بالكامل. وفي خطاب القسم ادعى الرئيس الكوري الجنوبي الجديد كوريا الشمالية إلى نزع سلاحها النووي بالكامل، محذرا من أن الترسانة الذرية التي تمتلكها بيونغ يانغ تشكل تهديدا للأمن العالمي. ووعد جارته بأنها في حال انخرطت فعليا في عملية نزع سلاحها النووي بالكامل فسيطرح عندها خطة جريئة للنهوض باقتصادها. ويون مدعي عام سابق حديث العهد بالسياسة انتخب في مارس رئيسا للجمهورية بعد ما فاز بفارق ضئيل للغاية على منافسه وبتأييد شعبي بالكاد يصل إلى 41% في أحد أدنى المعدلات في تاريخ الديمقراطية في كوريا الجنوبية.
وقد وصف خلال حملته الانتخابية الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون بأنه فتى فظ، وتعهد أمام ناخبيه تعليمه حسن السلوك. أعلن رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا استقالته بعيد وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيديه والمتظاهرين المناهضين للحكومة أسفرت عن إصابة 78 شخصا بجروح، وفق المتحدث باسمه. وقال المتحدث روهان إن ماهيندا البالغ من العمر 76 عاما أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس غونابايا راجاباكسا، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة جديدة. وفي وقت لاحق أفادت الشرطة السريلانكية أن نائبا من الحزب الحاكم قتل بالرصاص متظاهرا مناهضا للحكومة ثم انتحر خلال مواجهة خارج العاصمة. وجاء الحادث في الوقت الذي نزل فيه الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء الجزيرة الخاضعة لحظر التجول، واستهدفوا أنصار رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا الذي قدم استقالته. الخبر الأخير في هذه النشرة: قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن ثمة احتمالا نسبته 50% لارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ولو لفترة وجيزة بحلول عام 2026. ولا يعني ذلك أن العالم سيتجاوز مستوى ارتفاع حرارة الأرض على المدى الطويل البالغ 1.5 درجة مئوية، والذي وضعه العلماء كحد أقصى لتجنب تغير المناخ على نحو ينذر بكارثة. إلا أن ارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية على مدى عام يمكن أن يشي بتجاوز ذلك المستوى على المدى الطويل. ومنذ عام 2015 يتزايد احتمال تخطي مستوى 1.5 درجة مئوية خلال فترة قصيرة، فقد قدر العلماء عام 2020 احتمال الوصول إلى هذا المستوى بنسبة 20%، قبل أن يرفعوا تلك النسبة العام الماضي إلى 40%. نهاية النشرة نذكر بأهم ما جاء فيها. عملية جراحية ناجحة للعيون في الإقليم الجنوبي. دعوة لتعزيز دور إدارات الضواحي لجمع المعلومات الإحصائية. تجهيز مشاتل الكاشبركة لموسم الأمطار. شولتز يرحب بمقترح ماكرون إنشاء منظمة سياسية أوروبية. رئيس كوريا الجنوبية يؤدي اليمين الدستورية ويدعو الشمال لنزع سلاحه النووي. استقالة رئيس وزراء سريلانكا بعد صدامات عنيفة في كولومبو. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.